السلام عليكم. احنا بناكل بلاستيك، بناكل ما يعادل كريدت كارد كامل من البلاستيك كل اسبوع. ده عنوان دراسه ومقالات علميه كتير جدا على مدار السنين اللي فاتت، واخدها كل الانفلونسرز المهتمين بالصحه، وطبعا رددوها وبرضه اتقالت في كل البودكاست المهتمه بالصحه. البلاستيك الصغير او المايكرو بلاستيك ده بيدخل جسمنا فعلا، ولو دخل بكميه كبيره جدا هيبوظ حاجات كتير قوي برضه. لكن خليني اقول لك ان حاجات كتير قوي من اللي اتقالت في الموضوع ده مش صح خالص، عشان البودكاست والانفلونسرز اللي بيتكلموا عن الصحه عندهم مشكله كبيره قوي. كل اسبوع لازم يلاقوا يا اما حاجه مخيفه جدا جديده يتكلموا فيها، يا اما دواء سحري جديد جدا يتكلموا فيه عشان يفضلوا يجذبوا ناس تتفرج. وده طبعا بيخليهم يبالغوا جدا جدا حتى لو الدراسه اللي بيتكلموا عنها دي صغيره او ناقصه او فيها اخطاء. خلينا الاول نعرف ايه هي المايكرو بلاستكس. المايكرو بلاستيك ده قطع بلاستيك صغيره اصغر من 5 ملم، وفي حاجه اصغر منه اسمها النانو بلاستيك. ده بيقدر يدخل جوه خلايا الجسم، والموضوع ده فعلا مهم وخطير. بس المشكله ان الابحاث في الحته دي لسه جديده ولسه في بدايتها وفيها غلطات كتير. يعني في دراسه اتنشرت واتقال فيها ان الانسان في المتوسط بيستهلك بين 0.1 ل 5 جرامات من المايكرو بلاستكس في الاسبوع. 5 جرامات ده هو اللي ما يعادل الكريدت كارد. هي دي بقى الدراسه اللي اتاخدت للبودكاست والسوشيال ميديا. لكن لما تيجي تبص على الدراسه دي هتلاقيها مجرد تخمين، والتخمين ده حاطين لك فيه مدى من 0.1 جرامات ل 5 جرامات. فهنا الانفلونسرز اخدوا اعلى قيمه مش المتوسط. دي اول حاجه مضلله. ده غير كمان ان اتعمل تحليل للدراسه دي، ولقوا في التحليل ده ان في اخطاء فادحه في الدراسه دي. قالوا في التحليل ده ان حتى اقل قيمه كانت محطوطه في الدراسه كانت مبالغ فيها. اقل قيمه اللي هي 0.1 جرام، اللي هي اقل من اعلى قيمه ب 50 مره، كان مبالغ فيها برضه. طيب كمان في دراسه تانية اتنشرت واتقال فيها انهم لقوا المايكرو بلاستكس دي في الدم والاعضاء الداخليه. الدراسه دي طبعا عملت ضجه كبيره جدا، بس علماء تانيين برضو راجعوها. هم خصوصا بقى راجعوا الطريقه اللي استخدموها في الدراسه، ولقوا ان في مشكله اساسيه كبيره جدا. لقوا ان الاجهزه اللي بيستخدموها علشان يكتشفوا بيها المايكرو بلاستكس، اللي هي اجهزه السبكتروسكوبي، بتتلخبط وبتشوف حاجات تانية وتحسبها على انها مايكرو بلاستكس، يعني بتدي فولس بوزيتيف. العلماء وهم شغالين في المعمل بيكونوا لابسين شويه حاجات معينه، وبيكون في بروتوكول للشغل، وكل حاجه زي ما تقول كده معموله بالشوكه والسكينه. فمن ضمن اللي بيلبسوه ان هم بيلبسوا جوانتي لاتكس في المعمل علشان ما يلوثوش العينات. لكن المشكله ان الجوانتي اللاتكس ده نفسه بيطلع مواد اسمها ستيريتس. الستيريتس دي مش مايكرو بلاستكس، بس الاجهزه بتحسبها على انها مايكرو بلاستكس. علماء في ميشيغان اكتشفوا ان معظم انواع الجوانتيات اللي استخدمت اثناء التجارب دي كان عندها نفس المشكله، وكمان ان ده في المتوسط بيطلع الاف النتائج غلط لكل مليمتر مربع. دي كده اول مشكله، وطبعا ده معناه ان في مشاكل تانية. في اجهزه تانية اسمها الماس سبيكس، وبرضه دي بتتلخبط وبتحسب بعض انواع الدهون كمايكرو بلاستكس. وطبعا ده مشكله ضخمه جدا، بل مشكله كارثيه بالنسبه للدراسات، بالذات الدراسات اللي لقت مايكرو بلاستكس جوه اعضاء الجسم. لان حاجه زي المخ مثلا فيها نسبه دهون عاليه جدا، فالجهاز ممكن يشوف الدهون الطبيعيه دي ويحسبها على انها بلاستيك او مايكرو بلاستكس. خلي بالك علشان كلامي ده مش معناه ان المايكرو بلاستكس مش موجوده او انها مش بتعمل مشاكل، بس الكلام اللي عايزك تفهمه ان الابحاث في الموضوع ده لسه في اولها، ولازم نهدى شويه وما يحصلناش بانيك على كل عنوان مخيف احنا نشوفه. عايزين نفتكر ان العلم اصلا احنا بنثق فيه انه بيشتغل كويس على المدى البعيد لنفس السبب ده، انه بيصلح نفسه. يعني القصه دي انا ما بعتبرهاش انها فضيحه باي شكل من الاشكال، بالعكس دي اصلا بالنسبه لي قصه نجاح للعلم. علماء لقوا الغلطه في الميثودولوجي وبيصلحوها، وده هيخلي العلم ادق في المستقبل، بس الموضوع ده هيمشي بوتيره بطيئه مش سريعه. طيب خلينا نتكلم عن الحاجات اللي احنا فعلا نعرفها ومتاكدين منها لحد يومنا ده. المايكرو بلاستكس موجوده في البيئه، ده شيء مؤكد. ممكن يدخل الجسم لو اكلناه او شربناه، برضه ده شيء مؤكد. ممكن يعمل لنا ضرر، ولكن ده في حاله الجرعات العاليه جدا منه. في المعمل لما بيعرضوا الفئران والخلايا لجرعات كبيره جدا من المايكرو بلاستكس فعلا بتحصل مشاكل، لكن دي بتكون جرعات اعلى بكتير جدا من اللي احنا بنتعرض له في يومنا العادي. طب هو اللي احنا بنتعرض له في يومنا العادي ده ممكن يعمل مشاكل؟ محدش عارف. طيب بما اننا عرفنا احنا متاكدين من ايه، خلينا نتكلم عن ازاي نتفادى اغلب مشاكل البلاستيك او المايكرو بلاستكس. اولا ببساطه ما تسخنش اكلك في اطباق بلاستيك، يعني حتى لو جالك الاكل تيك اواي في علبه بلاستيك انقله فورا لحاجه مش بلاستيك. وطبعا ما تحطش اي حاجه بلاستيك في الميكروويف حتى لو مكتوب عليها انها مايكروويفابل. ثانيا ما تعيدش استخدام البلاستيك كتير، خصوصا البلاستيك الناعم زي ازايز الميه. اغلب الوقت دلوقتي انا عن نفسي بقيت بستخدم ازايز ازاز علشان ده بيحميني من المايكرو بلاستكس ومن البي بي ايز. ثالث حاجه استخدم دايما برضو اطباق ازاز او معدن، بالذات لو الاكل هيكون سخن. نتكلم بقى عن الحاجات اللي انا مش بعملها. انا مش برمي كل حاجه بلاستيك موجوده عندي في البيت، ومش بقلق لو انا استخدمت شاليمو بلاستيك كل فتره مثلا. الموضوع لسه فيه غموض كبير، ومش مستاهل ان انا ابقى خايف من كل حركه بعملها في يومي. كمان توقعي ان حتى لو احنا اتاكدنا ان في المستقبل ان تعرضنا للمايكرو بلاستكس بالكميات العاديه اللي بنتعرض لها في يومنا، انا اظن ان تاثيراته هتكون برضه بسيطه جدا مقارنه بجوده الاكل والنظام الغذائي والنوم والحركه، اسلوب الحياه بشكل عام. يعني زي اي حاجه ليها علاقه بالصحه، النوم الكافي والحركه والاكل الصحي هيفرق اكتر بكتير من نوع الاواني اللي انت بتاكل فيها. ده رايي وده اللي انا شايفه، ودي النظريه اللي انا متبنيها لحد دلوقتي بناء على الابحاث اللي موجوده لحد النهارده.